أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. استعدادات لإنجاح التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في الجاش بركة. بحث العملية التعليمية في عصب. دعوة لطلاب مدرسة حجة الفنية الزراعية لتعزيز المنافسة. قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني بمدينة شيراز جنوب إيران. البحرية الأمريكية تجري تجربة لنظام صاروخي. ولبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. يقوم مكتب وزارة الصحة في إقليم الجاش بركة بالاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم التي ستنفذ من 21 وحتى 25 من نوفمبر. وأوضح مسؤول صحة المجتمع والأسرة سيد محمد سعيد نور الدين في اللقاءات التي أجراها مع مدراء المديريات وشركاء العمل الآخرين في مدن تسني وبارونتو وأقردات أن التطعيم سيجرى على المرأة من عمر 9 وحتى 14، وستنفذ حملة التطعيم الثانية بعد 6 أشهر. وذكر عن التوقعات لتطعيم حوالي 78 ألف امرأة في 625 نقطة تطعيم على مستوى الإقليم. وقال إن العلاقات الجنسية غير الآمنة السبب الرئيسي للمرض، وأن التطعيم يتطور بقدرة المناعة بنسبة 95%. وذكر بأن سرطان عنق الرحم يأتي في المرتبة الرابعة في الوفيات من الأمراض السرطانية على مستوى العالم، والمرتبة الثانية في إفريقيا، ويؤدي إلى وفيات 50% من 528 مصابا بالمرض سنويا في العالم. من جانبه أوضح مسؤول التوعية والمعلومات في مكتب وزارة الصحة في إقليم الجاش بركة السيد سلطان حجوس أن 13 نوعا من التطعيم المنتظم يقدم في البلاد حاليا، ولأن الإصابة بسرطان عنق الرحم تزداد في البلاد فإن إدخال التطعيم ضروري جدا. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم الجاش بركة السيد فرانكو كوبابا أن التطعيم يسجل تغطية كبيرة لتضافر جهود المجتمع والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الصحية، مؤكدا على التعاون الكامل لإدارة الإقليم لإنجاح حملة التطعيم. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم الجاش بركة الدكتور حيلون كيداني أن إدخال التطعيم ضد سرطان عنق الرحم يزيل الخلق من المرأة، داعيا اللجان على مستوى المديريات لإجراء التوعية وتقوية التعاون. عقد مكتب التعليم في مديرية عصب اجتماعا يوم 25 من أكتوبر مع أولياء الأمور والطلاب لتقوية العملية التعليمية ورفع كفاءة التعليم. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ كحساي موغوس أن التأخير الذي حصل من الطلاب والمعلمين في بدء العام الدراسي لعام 2022 وعام 2023 تسبب في تأخر أغلب المدارس لبدء التعليم في الزمن المحدد، وسيتم تغطية الزمن المهدر بتعاون الطلاب وأولياء الأمور. وذكر حدوث ظاهرة دخول الطلاب إلى الصف الأول الابتدائي دون المرور برياض الأطفال في بعض الضواحي، داعيا لاهتمام أولياء الأمور وإدارات الضواحي لإدخال الأطفال إلى رياض الأطفال لدورها في تمهيد الأطفال وتنمية عقولهم. وأوضح مدير مديرية عصب السيد تسفاي زرقاء أنه يتطلب بذل الجهد المشترك لتطوير المدارس لمساهمتها جيدا لبناء الأجيال. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حاجوس أدحنا أن الجهد الذي جرى لحل المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية كان مساعدا للحد من التأخير في بدء العام الدراسي هذا العام، وسيجري العمل المماثل مستقبلا لعدم وجود وقت ضائع. ودعا الاجتماع لصيانة المدارس القديمة. هذا وتوجد في مديرية عصب 4 رياض أطفال و5 مدارس ابتدائية ومدرستين متوسطة وثانوية و1 من المدارس الثانوية.
دعا مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عسبة السيد أنور حمد طلاب مدرسة حقات الفنية والزراعية للاستفادة من الموارد المتاحة ورفع روح المنافسة لضمان مستقبلهم. وأوضح في السيمينار الذي عقده في 25 من أكتوبر للطلاب وممثلي المعلمين أن هذا العصر هو عصر التقانة، ويجب على الطلاب الاستفادة منه وأن يكونوا مثالا للأجيال القادمة. تناول السيمينار أهمية التعليم لبناء الوطن والمجتمع وحماية القيم والشباب والعولمة ورفع وعي الطلاب في التاريخ والثقافة والتراث والحرب النفسية وتأثيرها وضمان مستقبل الشباب وتقوية التأطير. وقال إن الشباب لديهم مسؤولية التحلي بالقيم وحماية ثقافتهم وهويتهم وتاريخهم ونقله إلى الأجيال، داعيا طلاب المدرسة توظيف الدراسة النظرية والتطبيقية للدفع بالإنتاج الزراعي. وأكد الطلاب على أهمية السيمينار مؤكدين العمل للوصول إلى أعلى المستويات بالاستفادة من التعليم المتاح. أفادت إدارة مدرسة ساقم المتوسطة والثانوية في مديرية تسنية بذل الجهد لتحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ تكي مدهاني في الاجتماع الذي عقد لتشجيع الطلاب المحققين نتائج مميزة في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام الدراسي 2021 و2022 نسبة النجاح بلغت 46% من 311 طالب جلسوا للامتحانات، وهذه النتيجة أقل من المتوقع. وحقق الطلاب الذين تم تشجيعهم أكثر من 85 نقطة وقدمت لهم الدرجات واللوازم الدراسية حسب النقاط المحرزة. ودعا مسؤول التعليم في مديرية التسنية السيد رافائيل كفل قرقيش الطلاب المميزين لمواصلة التميز والارتقاء به والتحلي الآخرين بالمنافسة الشريفة، مناشدا لتقوية دور وتنسيق الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. وقال الطلاب المسجلين من 93 إلى 100 نقطة كاملة إن جهدهم ودعم وتشجيع أسرهم إلى جانب التعليم المنتظم في المدرسة ساعدهم في النجاح، وشكروا برنامج التشجيع الذي نظمته المدرسة. أفاد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية أقردات السيد ميرون جبرهيوت العمل لتأطير الشباب وتعزيز مساهماتهم في برامج التصدي. وأوضح تنظيم الشباب حسب مجالات أنشطتهم وتدريبهم وتأهيلهم لخلق التأثير في محيطهم، مشيدا بتعاون المؤسسات الحكومية. وقال إن الزيارات إلى الأماكن التاريخية والتنموية وأنشطة النفير التنموية وتبادل التجارب وتوريثها والتدريب في الإدارة والقيادة والأنشطة الثقافية والرياضية والسيمينارات التوعية الآنية من البرامج المنفذة الموجهة إلى الشباب. وأشار إلى تنفيذ عمل مشجع داعيا لتعزيز تنسيق المؤسسات الحكومية تجاه قضايا الشباب. استشهد يوم أمس 26 من أكتوبر المناضل المعاق فطوم رؤوسهم سولومون الذي كان تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وذلك عن عمر 62 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل فطوم رؤوسهم بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1974 وخدم قبل الاستقلال في القوات المقاتلة، وبعد التحرير ظل تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لإصابته بإعاقة مقعدة. المناضل فطوم رؤوسهم متزوج وأب ل5 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم الخميس في مقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل فطوم رؤوسهم، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وأصدقائه. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا.
على الصعيد العالمي قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجوم إرهابي مسلح استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران في أحد أكثر الاعتداءات دموية تشهدها البلاد منذ أعوام. وقال مسؤولون إن الهجوم نفذه مسلح من الإرهابيين التكفيريين تم توقيفه في وقت تعهد الرئيس الإيراني برد حازم على هذه العملية. وفي وقت لاحق أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم بحسب ما نقلت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتطرف على تليجرام. ويعد هذا المرقد الواقع في شيراز مركز محافظة فارس من أبرز المزارات الدينية في جنوب الجمهورية الإسلامية. وعقب الهجوم تعهد الرئيس إبراهيم رئيسي بأن يواجه الآمرون والمخططون لهذه الجريمة النكراء ردا مندما وحازما من جانب القوات الأمنية والشرطة. أعلنت البحرية الأمريكية إجراء اختبار لنظام صاروخي تفوق سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت في إطار سعي البنتاغون لتطوير أسلحة جديدة فائقة السرعة للردع الاستراتيجي. وذكرت البحرية الأمريكية أن مختبرات سانديا الوطنية قامت بالتجربة وشملت نظاما يمكن تحميل 12 صاروخا فرط صوتي. وأفادت بأن هذا الاختبار يعد بمثابة خطوة حيوية في تطوير صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من تصميم البحرية، مؤكدة مواصلة البحرية والجيش العامل في تعاون وثيق للاستفادة من فرص الاختبارات العسكرية المشتركة. وبحسب البيان يعتبر اختبار أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت أحد أهم أولويات وزارة الدفاع الأمريكية. تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون النص الرسمي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من الوسيط الأمريكي آموس. ومن المقرر أن يوقع لبنان وإسرائيل في غرف منفصلة بمقر الأمم المتحدة في الناقورة أقصى نقطة حدودية جنوب لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما بحضور الوسيط الأمريكي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة. وتعليقا على ذلك قال الوسيط الأمريكي إن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يسمح بدء العمل في حقل قانا اللبناني، مضيفا أن ذلك يشكل نقطة تحول على الصعيد الاقتصادي لضخ الاستثمارات وتوفير دعم مالي للبنان. وعشية التوقيع أعلنت شركة إنرجيان بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها وبات كاملا من حصة إسرائيل بموجب الاتفاق. في النبأ الأخير حذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير من أن العالم سيشهد ذروة انبعاثات الغاز الدفيئة المرتبطة بالطاقة في 2025، مرجعة الأسباب بشكل خاص إلى إعادة توجيه عميق لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وقبل 8 أيام من انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ في مصر، لفتت الوكالة في تقريرها السنوي إلى الشروخ بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، وطالبت بجهد دولي كبير لسد الفجوة المقلقة. وفيما تسعى بعض البلدان حاليا إلى زيادة أو تنويع إمداداتها من النفط أو الغاز، وهما نوعان من الوقود الأحفوري انبعاثاتهما عالية من ثاني أكسيد الكربون، تدرس العديد من الدول تسريع تحولها إلى الطاقات النظيفة وفق ما أكدت الوكالة التي تنبثق من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. استعدادات لإنجاح التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في الجاش بركة. بحث العملية التعليمية في عصب. دعوة لطلاب مدرسة حجات الفنية الزراعية لتعزيز المنافسة.
قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني بمدينة شيراز جنوب إيران. البحرية الأمريكية تجري تجربة لنظام صاروخي. ولبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.